هذه شغلة مبينة حرام، ما يراد لها حكي. لا تجيب لي فكر الآن. الساحة العراقية تحتاج إلى فكر. أنت شنو مشكلتك الآن ويا الدواعش مثلا اللي وصلت لهاي النتيجة؟ وأختم بذلك الخطبة. مشكلة فكرية، هو يكفرك وأنت تكفره وخلص. لكن لو حل الفكر الصحيح في الأرض لنسد هذا الباب من المشاكل. لو طبقنا منذ سقوط النظام النظرية التي جاء بها سيد محمد الصدر من الأخوة بين المسلمين لانتهى الحال. ولكن حبيبي طبت وادم من ذول الطرف ومن ذول الطرف، يقتلون ويسلبون وينهبون ويحرقون البيوت ويقطعون الرؤوس. وبالنتيجة شنو صار؟ صار هذه الطائفية اللي موجودة بالعراق. لماذا لا تكون طائفية في بلدان أخرى مثلا؟ لأنه ماكو شيء كم هائل من المنحرفين. مختصر مفيد أحكيك إياه. والآن ابتلينا بهم احنا، يا راحوا داعش يا طبوا داعش يا طلعوا داعش، وأموال الشيعة راحت ورجال الشيعة راحوا وشباب الشيعة راحوا. احنا لو من البداية ماشيين وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هي المشكلة ما استقاموا على الطريقة. يا طريقة أبيكم سلام الله عليه محمد صادق الصدر، الذي جاء لله وذهب لله وسيبعث لأجل الله جل جلاله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأعتذر لشدة صراحتي، ولكن هاي تكليفنا الشرعي هكذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وأسألكم الدعاء.